إلهان عمر بتدعي إنها اندمجت، والمشكلة لما الناس دي تقول تصريحات غبية زي دي، لأني بضطر أعيد تصوير الفيديوهات دي لأني مش قادرة أبطل ضحك. يا ربي، هم فاكريننا أغبية للدرجة دي؟ واضح أنهم شايفيننا أغبية جدا، كأننا مش مغانا كل الأدلة والتاريخ بتاع إلهان عمر اللي بيثبت قد إيه هي مش مندمجة. ما تقلقيش، الناس بتهاجمها من كل ناحية بسبب ده. بس الأول نشوف الفيديو. وكان عندك الصومال، والصومال كل شيء ان Somali citizenship ugama bahni ليه هو اداني؟ كنت ممكن ارجع وخلاص. وانا dad aan ku diin ahay. ده كان اللي بعمله. وانا عايزه اقول لكم، waxay ku hagaagi lahaayeen iyo sidii aan ku taakulayn lahay iyo oo taas waxa iga keenaysa Soomaali jecel aan u qabo iyo Soomaaliya jecel aan u qabo. أنا مش عارفة عنكم، بس ده فعلا بيبان زي حد مندمج جدا ومنصهر في الثقافة الأمريكية. يا أصدقائي، كل اللي يهمني هو الصوماليين، دول أهلي، دول اللي بدافع عنهم. ده بالظبط اللي اسمه اندماج. هنا النص. أنا اندمجت لحد ما وصلت للكونجرس، والغباء ده بيقول لي ارجعي من حيث جيتي. سمعتوا يا جماعة؟ سمعتوا الست دي قالت ايه؟ سمعتوا؟ انا مبسوطه جدا اني اقدر اكون معاكم النهارده. aniga xilka aan ku fadhiyo waxyaalo badan aan isla qabanno waan ogahay aniga mas'uul weyn inuu iga saaran yahay wadankii aan ku dhashay oo aan ka imid. بحس إن عندي مسؤولية في الكونغرس إني أساعد البلد اللي أنا جاية منها. أنا بنت صومالية، اتولدت في الصومال. أنا مش محتاجة الجنسية الصومالية، دي حقي من يوم ما اتولدت، دي في دمي. دول الناس اللي بشاركهم ثقافتي، هما بيشاركوا معايا لغتي وديني. دول الناس اللي عندي تعاطف معاهم. فلما بسمع كويس عشان أعرف إيه اللي بيحصل جوه الصومال، عشان أقدر أعمل حاجة وأصلحها باستخدام على فكرة قوتي في الكونجرس الأمريكي. انتوا عارفين أنا فعلا بنتمي لمين؟ أنا اندمجت، أنا بندمج. إلهان عمري ما كانتش هتعرف يعني اندماج حتى لو جه وخبطها في وشها. وحابة أفكركم كلكم بالمناسبة الجميلة دي. إلهان عمر بتسمي رئيس الصومال رئيسنا في تجمع في مينيابوليس. وبرضه حابة أديكم شوية سياق بسيط. غير إنه إلهان عمر واحدة من أشرس الناس في الكونغرس، هي كمان بتمثل الجالية الصومالية، عارفين، اللي متورطين في كل عمليات الاحتيال وسرقة أموال دافعي الضرائب الأمريكيين. فلما تندمج في بلد، الحاجة اللي المفروض ما تعملهاش إنك تاخد من الناس اللي اندمجت معاهم علشان تدي للناس اللي جيت منهم واللي انت أصلا ما بقيتش مندمج معاهم. ده كلام سخيف جدا، مش قادرة أتحمله. أنا فخورة جدا إن عندنا رئيسنا، رئيس الصومال. خليني أقول حاجة عن الكلام ده، هنكمل نشوف الباقي. بصراحة مش قادرة أسمعها وهي بتتكلم باللغة دي، بتحسسني إني عايزة أرتاح. بصي، الموضوع كده، لما تكوني جزء من الكونغرس الأمريكي، في شخص واحد في الكون كله هو رئيسك. في شخص واحد في الكون كله هو رئيس المجموعة اللي انتخبتك. وهديكي تلميح صغير، مش هو رئيس الصومال صح؟ فشوفي ده تاني. أنا فخورة جدا إن عندي الفرصة دي بالصومالية. طبعا رئيسنا رئيس الصومال الرئيس حسن شيخ محمد. يلا نرحب بيه بحرارة. يا مينيابوليس، يلا بينا. يلا بينا. نحوينها سبيشال ريليشن شيب. أنا والرئيس عندنا علاقة خاصة. بنقبنا أنا قاعدة أوعى أسيجنا جبرتيو. أنا بناديه عم وهو بيناديني. البنت بتاعته الموضوع محرج شوية، مش هكدب. مفروض ما يكونش عندك علاقة مع الرئيس لدرجة إنه يناديك البنت بتاعته.
بس لو خرجتي من التلميحات الجنسية الغريبة دي، فكرة إن رئيس الصومال ينادي واحدة في الكونجرس الأمريكي البنت بتاعته، ده معناه إيه؟ هقولك، هو مش معناه إيه. لو كنتي بتسألي، ده مش معناه إنك اندمجتي، لأ، ده معناه إنك اتسللتي، وهي شخص سيء أصلا. أنا عايزة أشكركم كلكم، بحبكم 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 بحبكم. أهلا بيكي في بيتك، بيتنا هو بيتك. أهلا بيكي في مينيابوليس، يعني ما تقلقيش، ده المكان اللي هتلاقي فيه كل فلوسك، لأننا شاطرين جدا في توفير الأكل والتمويل لكل اللي بيحصل في الصومال. ده بيتك، أنا عملتها، أنا معاك يا عمي، أنا معاك. بقالنا سنين إحنا مش هنا. احنا مبسوطين جدا إن حسن بتاعنا هو رئيسنا. لو كنت فاكر إنها يمكن غلطت أول مرة، لأ، دلوقتي احنا في الجولة التانية مع رئيسنا. يا ربي، حرفيا الجولة التانية، وكل الناس مبسوطة جدا. الصومال اللي ميشان كان هيعمل فيها جوجو دان وجوروجو ده، أنا جامد جدا، بس مش فاهمة الجملة دي كويس. فولية هي بيتنا، مش أمريكا، مش مينيابوليس، مش البلد دي اللي انصهرنا فيها واندمجنا فيها. لا 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 لا، الصومال. الصومالي مش كده؟ هيني كونوشا قلبي جاني كجر، كل يوم بفكر في الصومال. مش عارفة أقول إيه. بالنسبة لي مش باين إنها واحدة اندمجت بعمق في ثقافتها. تمام، ده جهاد على أرض أمريكا. الدائرة الانتخابية لإلهان عمر دي واحدة من دائرتها، شايفة؟ لأن المشكلة مع إلهان عمر مش بس إنها مش مندمجة، لكن كمان كل الناس اللي بتمثلهم مش مندمجين برضه. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! هو أنا بس ولا أنت كمان حاسة بطاقة مؤيدة لأمريكا وطاقة اندماج وانخراط؟ ولو كنتي بتسألي ليه هي آلة التعليق ده كله، ده عشان حد قرر يواجهها، والشخص ده هو النائب توم أمر. تخيلي إيه اللي حصل. مفيش أي عنصرية في إنك تواجه مجرم. صح صح صح. لما اقول كده حان الوقت، حان الوقت. يعني ده اللي بيعملوه في ولاية مينيسوتا العظيمة. عارفين ثقافتنا، الثقافة الاسكندنافية دي، على فكرة لازم أوضح قبل ما أكمل، في حد من مينيسوتا هنا؟ كويس. طيب خليني اقول اوكي، طالما لابس القبعة دي اكيد انت من شمال مينيسوتا. منطقة ايرون رينج؟ لا، غالبا أقرب لإيوة. لا، هسيب الموضوع ده. السبب اني جبت الموضوع ده هو اني دايما بقول للناس مينيسوتا ما اخترعتش السلوك السلبي العدواني، بس احنا اتقناه. تمام؟ وانا بصراحة ميولي اكتر للجانب العدواني، وده مش دايما بينفع في مينيسوتا. زي ما رالفا يقولك، احيانا اهل مينيسوتا بيبقوا خايفين جدا انك تقول علينا عنصريين، او تقول علينا عندنا رهاب من الإسلام، أو تدينا أي لقب، وإحنا مش عايزين ندخل في الخناقة دي. عارف إيه؟ أنا هقول لك إني عمري ما اهتميت، بس خلاص أنا بطلت أكون حريص حتى ولو شوية. يعني الراجل فعلا يستاهل تصفيق، هو فعلا يستاهل ده. ولا لا، أنا فعلا مش فارق معايا أنت جاي منين، ماشي، بس لو جيت البلد العظيمة دي لازم تفهم إنك جاي هنا عشان تكون أمريكي. إحنا بنحتفل بثقافة كل الناس وإحنا مبسوطين بكده. طول ما أنت أمريكي احتفل بثقافتك. أنا مش فارق معايا إيطالي، بولندي، عارف، صومالي، ماشي، بس هم مش بيندمجوا، ولو مش هيندمجوا يبقى لازم يرجعوا من المكان اللي جم منه.
هو مش بيقول أي حاجة تانية، مش بيقول حاجة مثيرة للجدل، هو فعلا بيقول اللي كلنا بنفكر فيه. بس إلهان عمر طبعا مش عاجبها إن حد بينتقد مجتمعها الصومالي العزيز علشان مش بيندمجوا، فكتبت وقالت: أنا اندمجت لحد ما وصلت للكونغرس، ولسه الأحمق ده بيقول لي ارجعي من المكان اللي جيتي منه. للأسف بالنسبة لإلهان عمر هي اللي دايما بتفكرنا إنها ما اندمجتش خالص. ودلوقتي مع كل الدراما اللي بتحصل في نيويورك هيكون غلط لو ما ذكرناش إنها كمان بتدعم ناس ضد أمريكا بشكل واضح. الموضوع مش بس إنها بتحب بلدها، وده شيء كويس، من حقك تيجي أمريكا وتحب بلد تاني. كل اللي عليك تحاول تندمج وما تجيبش ناس هدفهم الوحيد يدمروا البلد. النائبة عمر زميلتك الجديدة اللي جاية من نيويورك شافيل طلبت من الناس يحطوا ايديهم الوسخة على العلم الامريكي، هتدين ده؟ ليه انتوا الديمقراطيين بتكرهوا امريكا؟ مش قادرين تدينوا زميلتكم اللي طلبت من الناس يحطوا ايديهم الوسخة على العلم الامريكي؟ لا، مش هيقدروا، لأنهم مش عايزين، لأن خطتهم كلها وكل الهدف هو إسقاط المجتمع الأمريكي. بجد مش قادرة أصدق إن الناس دي لسه في الكونجرس. شكرا لاهتمامكم بالموضوع ده.